يا دكتورة أنا عاقد وكاتب كتابي بقالنا سنة وحصل بينا كل شيء. هم بقالهم سنة كاتبين كتابهم وحصل بينا كل شيء ما عدا العلاج أو الجماع، وأنا كنت بلح عليها كل مرة، هو اللي بيقول، وهي سابت لي نفسها خالص، وكل مرة يحصل كده طبعا بكامل هدومنا، وأنا حاليا عاوز اشوفها كل يوم وكل شويه ومش قادره امنع نفسي، وهي مش بتصدني وانا بين احساسين. ركزوا معايا بالله عليكم البنات، تركز معايا في الكلام، لان ده من اكتر من واحد واكتر من شاب عاقد الجمله دي والكلام اللي هو بيقوله ده اتكرر. بيقول انا حاسس احساسين، الاول ان عاوزها باستمرار ومش قادر اقف عند مرحله معينه، والاحساس الثاني عكسه تماما، اني بقيت نافر منها وشاكك فيها. خلوا بالكم هي ازاي سايبه نفسها كده، وازاي مش بتقاومني، وازاي مستسلمه ودماغي بتتفرتك من كتر التفكير. هل في حد قبلي؟ طب لمسها، طب حد غيري، لو حد غيري كان مكاني كانت هتستسلم برضه. رد عليا ضروري يا دكتوره، لان انا عاوز اطلقها، وردك هيكون هو التصرف النهائي في الامر ده. طيب يعني انا قبل ما اجاوب طبعا عشان وهحاول اكون هاديه تماما، ماشي، مش هبهدل ولا هعمل اي حاجه الحلقه دي، بس انا هحاول اكون هاديه وحياديه. واسمعوا، هجيب لكم الراي الشرعي والفتوى الشرعيه وبعدين السلوكي وبعدين عيب عليكم. عاوزه في البدايه كده كل بنت تسمعني كويس. شفتي هما بيقولوا ايه؟ شفتي تفكيرهم بيبقى عامل ازاي؟ خلي بالك، عشان لا تعذريني تقولي لي ايه اصل ده عقد وله حق وذوق، ماشي ماشي، بس خلي بالك عشان لما بقول لك ما تسلميش له كل حاجه ومش بسهوله. ولو فاكرين الحلقه اللي فاتت سبحان الله نبهنا، واللي قبليها نبهنا على الجزئيه دي تحديدا، قلت لك طولي المراحل. يعني ماشي هو يحل له خلاص عقد صحيح فيحل له اللمس، ماشي، خلي الايد فتره تاخد اسبوعين 3 شهر في الايد ما تتعداش عشان يبقى المرحله الثانيه، وعجلوا بالبناء، عجلوا بالبناء. والله انا اعرف من الاباء والامهات اللي بيرفضوا يقول لك لا عقد ايه، هو العقد قبلها باسبوع. احنا ما مش هنضيق ولا نعمل، لانه بيبقوا محتاجين مش عارفه صوره العقد عشان يروحوا يجيبوا القطن بيه، ومش عارفه صوره العقد عشان يسهلوا بيه لو هيقدموا على شقه، حاجات كتيره. لكن احنا نلتزم بالامور. تعالوا ناخد الراي الشرعي كده ونشوف ايه العاقد حدوده مع المعقود عليها، وايه اللي لهم وايه اللي عليهم. اذا عقد الرجل على المراه عقدا شرعيا فقد اصبحت زوجته، وبترتب على ذلك حل الاستمتاع كل منهما بالاخر، يعني ده حل استمتاع منها له ومنه ليها. لكن بننصح دايما، دي نص الفتاوي اللي انا جبتها لكم كلها، بالابتعاد عن الجماع وما يقاربه، الحاجات اللي بتؤدي ليه، مراعاه لما تعارف الناس عليه من تاخير الامر ده بعد الزفاف. الشرع علق على احكام موجوده، علق الاحكام دي مجرد العقد. مثلا العقد على البنات يحرم الامهات، فحرمه ام الزوجه على التأبيد بمجرد العقد على البنت، وحرمه المعقود عليها لو اللي حماها اللي هو ابو الزوج برضو تأبيد. وعلق احكام الدخول، مثلا لما يدفع المهر وجوب جميع المهر، او ايجاب العده مثلا عليها بالطلاق او غير ذلك. طيب الاتفاق بقى على تأخير الدخول بعد العقد فترة من الزمن، ده لازم الوفاء بيه، لازم ده وفاء واتفاق ولازم الاتفاق بيه. أحق الشروط، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، ده حديث متفق عليه. بنراعي الأعراف يا جماعة والعادات اللي موجودة طالما لا تناقض شرع. إن العرف أو المعروف عرفا كالمشروط شرطا، دوت حاجة أساسية، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، زي ما تقول القاعدة الفقهية بالظبط كده. يبقى المقصود هنا ايه؟ ان كان العرف الجاري في بلد ما او في بلاد ما ان الزوج قبل اشهار الزواج واعلانه بيظل او بيفضل بعيد عن زوجته ومراته، لا يخالطها او لا يجامعها او يبقى له الحق الكامل في اجتماعه بيها، مراعاه للعرف ده، وده عدم الخروج عليه، وده امر مهم جدا، عدم الخروج عليه. في اتفاق مثلا
يعني الاتفاق اللي احنا بنقوله عليه دوت ان هو دم متعارف على بلد قال لها طب زوجته مش عقد صحيح وينفع انه يتزوج، خلاص زوجته له منها كل شيء ايوه، ولكن الاتفاق ده لا يناقض او العرف ده ما بيتصادمش مع الشرع على فكره ومش معارض للشرع. فانه ليه بقى؟ لانه ما بيحرمش ما احل الله من الاستمتاع بالزوجه المعقوده عليها، ولكن بيأخروا الوقت لان ده اتفاق وده شرط مشروط ما بين الاب ومتعارف عليه. طبعا ان احنا لازم نراعي الامر ده شيء اساسي. بيؤخر بقى لحسب الاستمتاع، بيؤخر بقى مثلا عشان الزفاف والاشهار زي ما هو معروف عن المسلمين وعن شروطهم، وزي ما قلنا ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. مراعاة مشاعر أهل الزوجة، بيتحرجوا كتير جدا جدا الأب والأم لما بنتهم تختلي بزوجها قبل الزفاف خشية إن يحصل بينهم شيء قبل الزفاف، هيتوفى الزوج يفسخ العقد لسبب أو لآخر، والكلام ده طبعا ما بيبقاش صح جدا، وبيقع طبعا على الزوجة وأهلها طبعا حرج شديد جدا جدا في الأمر ده. وقلت لكم كذا قصة على الموضوع ديت قبل كده. الناس بتوعها عايشين على فكرة وموجودين دلوقتي. هي تزوجت وعقدت، مش تزوجت، هي عقدت، والعقد يعني ما تحللوش فيه من الامور اللي احنا قلنا عليها، وكانه زوجها وخلاص، وحملت منه ومات الزوج، وجابوا بقى اصحابه وجابوا مش عارفه مين وحكوا طبعا، وكانت بهدله لانها حامل، ولقوا صاحبه قال انا يعني استر على اخي اللي مات دوت وانا اتزوجها. ليه نحط نفسنا في حاجه زي كده؟ كلمه للعاقدين، حدود العقد زي ما قلنا وزي ما قلنا ادام هو متعارف ان ما فيش بناء ولا امور ولا الكلام ده قبل الاشهار، يبقى ما فيش داعي وما هيأش الظروف اللي تسمح ليا تعمل كده. ونصحنا طولي الفتره، قلت لك كده المرتين اللي فاتوا، طولي الفتره، بلاش تعجلوا المراحل، بلاش اطلع من مرحله لمرحله، وممنوع العلاج نهائي باي شكل من الاشكال قبل الاشهار، الا بقى لو راح لولي امرها، وده نص الفتوى كمان، واستأذنوا بالدخول ببنته. وتبقى حد يقول لي لو عمل كده وتجرأ كده وراح لابو لحماه يقول له بص انا بعد اذنك انا هدخل ببنتك، وبيقول لي ما شاء الله عليه، واحنا يعني يعني نعمل له حلقه كامله. طيب كلمه بقى لصاحب السؤال، العاقد ده زوجتك واللي حصل ما بينكم من مقدمات هي حلالك، تمام، والعقد صحيح. احنا بننصح صحيح البنات بلاش تستجيبوا بسهوله، بلاش تسلموا الامور كلها بالطريقه ديت، بلاش السهوله. ليه؟ لان هو هيشك، وهو شك اهو، شكك فيها ده مش في محله. هي ائتمنتك واستأمنتك. معنى ان الزوجه او البنت المعقوده عليها في العقد، يعني عقد صحيح على فكره، عقد صحيح، هي في دماغها انك زوجها وهي واثقه فيك، وده صحيح على فكره، هي زوجتك، لكن مع شروط التأجيل بالدخول الى الاشهار. شكك ده مش في محله نهائي. واقول لك اتق الله، هي زوجه محبه ليك وواثقه فيك، وما يكونش ده رد فعلك كده ابدا. يعني انا مستعجبه من رد الفعل ده، يعني بتعتبوا علينا ده انا واخدها مقفله ومش راضيه مش عارفه تتكلم معايا. وواحد لما قلت لكم بعت السؤال المره اللي فاتت يقول ابوها بيقول لي اتفضل خد راحتك، قامت جايه قالت لي تاخد راحتك فين؟ ابويا بيقول لك خد راحتك في القعده مش خد راحتك معايا وبتاع. قعد شهر ما يجيلهاش، ودي مقفله ودي مش عارفه ايه. لا، وانا عاصم نفسي وحافظ نفسي للزواج ومن حقي مش عارفه ايه وكل الكلام ده ماشي. لكن وتقول قافله، تقول لك ده كلمه، تقول لك لا دي مقفوله مش عارفه حاجه وقافله في العلاقات وقافله في الكلام، يبقى مش عاجبه. ودلوقتي انت شاكك فيها، يعني دلوقتي انت شاكك فيها، اقول لك اتق الله في زوجتك وابعد وساوس الشيطان عنك، دي وساوس مش شيطان. وبلاش تتمادى وتضغط عليها، لانك لما بتحتاجها هي بتلاقيها وهي تستجيب، لان هي فاكره ان ده حب وامان تام. لا تسلم المراه جسدها لزوجها ولا كده الا لما بيبقى بحب تام وامان تام وثقه تامه. قدر المستطاع عجل بالبناء واترك سوء الظن ده خالص، وخلي بالك هي استجابت للمقدمات في حلالها، في حدود الحلال، عقدك صحيح. ولكن احنا بنقول ادم المتعارف عليه عدم الامر والخوض فيه ومقدماته، لان الدنيا مش بتقف عند مرحله معينه. خلوا بالكم الدنيا مش بتقف، يعني ماسك ايديها فهو بقى عايز بعد كده ايه اللي بعد كده وايه اللي بعد كده، والدنيا بتتطور. احنا مش عايزين كده. نشرح تاني بالتفصيل. مجرد عقد زواجك هي صارت زوجة لك، لمن عقد عليك خلاص هي صارت زوجة لك. لا يتوقف ذلك على البناء او الدخله، يترتب على العقد كل الحقوق الشرعيه بين الزوجين من توارث والخلوه والاستمتاع، ودي نص الفتوى تاني، بس بدون الجماع. لان العادات والاعراف التي بتعارض
مش هي بتعارض الشرع، لا، هي قالت انه ما فيش دخول، تاجيل فقط الحكم الا مثلا بعد الاشهار وبعد حفل الزفاف. فالتقيد بالامر ده واجب، ده نص الفتوى. طيب بيقول لك ليه يوقع المراه اهلها في حرج شديد لو حصل الامر دوت وحصل حمل او طلاق او قبل ما يعلن النكاح؟ فطبعا الناس هيتكلموا، الحالات ديت طبعا بتبقى حالات صعبه جدا والكلام ده. فما فيش داعي خالص للعجله في الامر دوت، وعجلوا بالبناء لو انتوا عايز وخلاص. في كمان لو الاولياء اشترطوا على الزوج ان هو لا يقرب، يعني في كمان بيتفقوا لا يقربها ولا يختلي بيها حتى تزف له في بيته، يبقى ده يجب الوفاء بالشرط ده. ليه؟ تاني عشان في الصحيحين حديث عن عقبه بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان توفوا به، ايه احق الشروط؟ ما استحللتم به الفروج. فاحنا اتفقنا على كده. حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. عشان كده احنا بنقول بلاش قبل البناء، قللي معاه، نشفي ريقه، بس ايه مش الصد قوي، ولكن طولي المرحله. ولو الاب رفض يبقى لا، كله معلق على الاشهار، خلاص انتهينا. كلمه بقى للبنت، كلمه للبنت قبل ما اكلمك واقول لك نصيحتي. انا هحكي لك حكايه انا شفتها، يعني عاصرتها بعينيا وشفتها. يعني احنا كنا في منطقه معينه، وفي جاره على بعد يعني كذا بيت من عندنا، ومعروف البنت ديت يعني ان بتكلم اولاد ومش عارفه ايه والكلام ده، وكل مره نروح ننصحها ومش عارفه نروح نعمل ايه والحاجات دي. فهي كل شويه تيجي باولاد ويشوفوها مع اولاد والكلام ده. المهم فجه في يوم قالوا ايه فلانه يعني مع فلان، وحصل قلق في المنطقه والكلام ده، وحصل بقى خناقات وزعيق وازاي فلان مع فلانه يعني. وبعدين بعد فتره اتخطبت، وبعدين لقينا خناقه بعد الخطوبه بحوالي اسبوع والكلام ده. ايه الخناقه؟ اسمعي عشان بس تتعلمي وتعرفي الدنيا بتبقى ازاي. ايه الخناقه؟ ان ازاي ان هو خطيبها حاول يلمسها. طبعا يعني احنا عارفين فلانه يعني. وبعدين يعني استغربنا جدا ليه رد فعلها كده. فقعدنا وكذا، يعني حاجه انا صراحه يعني كان عندي يعني فهم عكس بعضه كده. فلما كلمتها قالت لا مش ده حرام خلاص. طب لا الحمد لله، اللهم اهديك يا بنتي يا رب وجعلك من الصالحات. كان بسبب ان هي صدت الراجل، كان في خلال اسبوع عقد وكاتب وخلاص وانتهينا ودخلت. انا عايزه اقول ايه؟ طبعا يعني انا مش بديكي دي علشان اقول لك لا لا، لكن انا بقول لك خلي بالك. هو زوجك صحيح وفترة العقد كذا ويحل ليكي وكل حاجة، لكن احنا في عرف متعارفين عليه ان ممنوع الامر كامل، وممنوع الحاجات ديت قبل الايه؟ قبل الاشهار. عجلوا بالبناء، عجلوا بالبناء. وشفتي السؤال؟ يعني انا زعلت جدا جدا من السائل ان دماغه جابته انه شك، انا شاكك فيها، انا عايزه اطلقها. ليه يا ابن الحلال؟ ليه يا ابن الحلال؟ هي زوجتك شرعا يعني. ولكن انتوا استعجلتوا في امر الدنيا. ما بقولكيش قفلوا الدنيا، ما بقولكوش عقدوا الدنيا وحرام، وانا واحد ومش عارفه اعفف نفسي وبقالي مش عارفه كام 20 سنه وما صدقت عقدت علشان اوكي تمام. لكن طولوا الفترات يعني ما بين كل مرحله ومرحله، وعجلوا وما تستجيبلوش بسهوله، ما تستجيبيلوش بسهوله. يعني احنا عندنا عرف كده وفكر كده في المجتمعات العربيه الذكوريه دي، ما تستجيبيلوش بسهوله وما توافقيش بسهوله، وحتى مهما وثقت فيه ومهما امنتي له والكلام ده، الامور دي ما بتبقاش بالسهل. ياخد الحاجه كده عارفه انت بايه كده لو خدها اصلا يعني. وعجلوا بالبناء يا جماعه، عجلوا بالبناء. الدخله ما يبقاش فيه الفترات الكبيره دي. نصيحتي ليك ما تطلقهاش طبعا، واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وشيل الوساوس، لان دي وساوس فعلا عندك انت. هي اكيد، وانا متاكده ان هي بتحبك حب شديد جدا جدا، وحبها ليك ده هو الاصل، وحبها ليك اصلا هو اللي خلاها ان هي تستجيب. ما يبقاش ده جزاتها في الاخر. وقول للبنات ارجعوا بقى قفلوا تاني ماشي، ويعني ايه نشفوها كده لحد ما يعرف قيمتك ويعجل. عايز يا حبيبي والله شوف بعد البناء بص هتبقى الدنيا فله، خلص انتهينا خلص وعلى البناء.